الحلقة الثلاثون من سلسلة جامبل وباس، والحلقة الثلاثون بعنوان الشواء. بتبدأ الحلقة في المدرسة وبنشوف جامبل واقف على المسرح وبيقول النهارده هو يوم السخرية. بس قبل ما اقول نكت على آلين عايزكم تضحكوا على أي حاجة أقولها. وبيقول لآلين ولا أنت عيل بالون ومحدش بيضحك. آلين أنت عيل مليان غاز مني. طب آلين أنت رابط الخيط دوت فين؟ وبيخلص تهزيق في آلين وآلين بيقول له طب شكرا دلوقتي يا جماعة البوفيه مفتوح للي عايز ياكل. وجامبل بيقول بوفيه إيه؟ وآلين بيرد عليه وبيقول له ده حفلة للأطفال الأيتام دي وبنحاول نعلمهم عدم التنمر على حد. وجامبل ساعتها بيقول في حاجه في زوري كده وبتكون نظرات كل الناس لوحش. وبيقول يعني هم بيعلموا العيال انهم ما يبقوش زيي. وبيروحوا المول وبيكون جامبل حاسس بالياس وبيقول انا كنت فاكر ان كل الناس بتحبنا عشان نكتي جميله. ودارهم بيقول له ايوه اصلا انت كوميديان عالمي سامحني يا رب. وجامبل بيقف مره واحده وبيقول انا عايز الناس تحبني خلاص بقى انا ما عدتش قايل غير الحاجات التحفيزيه بس يعني ما عدتش مزعل حد تاني. وبيكون في واحد عاوز يفتح الباب بس بيدفعه لقدام. وجامبل لسه يقول له يا عجل شده بيقوم داروين كاتبه. وبيكون بيحاول يفتح الباب بالعافيه وجامبل كاتب الكلمه بالعافيه. وداروين بيمشوه بيوديه للست دي وبتكون شايله برتقان كتير وكل شويه تقع منها برتقان. وجامبل لسه هيشتمها داروين بيمشيه. وبيكون كل الناس حواليه اغبياء. وبيروح الصحراء وبيطلع كل الكلام هناك. وداروين بيقول له يا ابني مش على كل حاجه تتعصب. وبيبدا يغني له اغنيه عن نشأة العالم. وفي الاخر جامبل بيقول له طب ماشي. وبيطلع لسانه الزفر من بقه وبيدفنه. وبيمشوا وبيروحوا للراجل اللي بيحاول يفتح الباب. وجامبل ولا بيكون في دماغه. وفجاه بيجي آلين وبيقول لهم الاطفال من كتر ما احنا بنقول لهم كلام ايجابي خلاهم يتعصبوا علينا. وبيودوهم له وبيكونوا عيال مشاغبين. وآلين بيقول لجامبل يلا روح قول لهم كلام وحش خلوهم يعيطوا. وبيودي لهم هناك. وجامبل بيقول لهم يا اطفال يا شكلهم كده مش ناويين يتفهموا. وآلين بيقول له روح قول لهم كلمتين من لسانك الزفر ده خلوهم يهدوا. وبيودي لهم تاني. وجامبل بيقول انت يا دير شكلك محتاج تتحشي رز والله مش ناويين يتفهموا. وآلين بيقول له انت لازم تعرف ان الناس برضو المفروض يتهزقوا عشان يسمعوا الكلام وانا غلطان. وجامبل بيسيبهم وبيروح لمتحف الالسنه الزفر وبيطلبهم كلهم. وبيروح للاطفال وبيقول لهم ريدي ستيدي جو. وبيخشوا عليه وبيبدا يدي لكل واحد فيهم كلمه بيخليه يهدى. وبيجي على السن الصغير وبيقول له شكلك دير ساعات وبيخليه يهدى. وفي الاخر الاطفال بيروحوا. وآلين بيقول له عاوزنا اكافئك بايه. وجامبل بيقول له والله يعني هو في حاجه كده. وبيروح المؤتمر يضحك عليه.